السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض القرص الطرية. هنعملها بطريقة سهلة جدا، هنعملها بمقادير مظبوطة. قبل ما نشوف الطريقة وقبل ما نشوف الوصفة، أنا نانا ودي قناتي. لو أول مرة بتشوفوني أهلا بيكم، ولو عجبكم الفيديو لايك وشير وكومنت حلو كده يشجعني. ولو لسه مشتركتوش في القناة، يلا بقى اشتركوا في القناة كده وكبروها، وأكيد هي القناة مش هتكبر إلا بيكم. أهلا بحبايبي داخل مصر وخارج مصر، بحبكم جدا جدا جدا. مع بعض كده هنشوف الطريقة بتاعت القرص الطرية. شايفين كده اهوت، هنعملها بطريقة جميلة جدا. كل سنة وانتم طيبين، رمضان داخل علينا، واكيد القرص دي بتبقى جميلة جدا على السحور. بناكل بيها بقى الجبنة، بناكل بيها العسل، بناكل بيها. شايفين بتتفتح معايا وهتنفع معايا في السحور، جميلة جدا جدا جدا. مع بعض هنشوف الطريقة ونشوف الوصفة مع بعض. معايا هنا اهوت، هنعمل نص كيلو من الدقيق، عليه هنا اهوت كوباية من الزبادي، وعليه نص كوباية من الزبدة، ومعايا هنا اهوت قشطة، ومعايا خميرة، ومعايا بيكنج باودر، ومعايا ربع كوباية من اللبن الدافي. حطيت هنا اهوت عليه، حطيت عليه معلقة صغيرة ممسوحة من الخميرة، وحطيت هنا اهوت معلقة ممسوحة من السكر، وقلبت هنا اهوت الخميرة. بقلبها كويس جدا كده اهوت مع اللبن الدافي، وهسيبها هنا شوية ايه لغاية ما ايه تخمر معايا. اول حاجة هنا اهوت بجيب بولة فاضية وبحط فيها الزبدة معايا، نص كوباية من الزبدة، وهحط هنا اهوت كوباية الزبادي، وهنقلبهم كده مع بعض كويس جدا جدا. طبعا القرص ديت جميلة جدا. لو عملتي منها كمية وفرستيها في الفريزر وشلتيها، بتقعد معاكي بالشهور. ممكن تعمليها و هتستخدميها في رمضان في السحور، جميلة جدا جدا جدا، طرية وبتنفع معاكي مع الجبنة، مع عسل، مع الشاي بالليل، يعني جميلة جدا. هنا بعد ما قلبت هنا هوت الزبدة مع قلبت هنا هوت الزبدة والزبادي، حطيت هنا هوت عليهم القشطة، وهقلبهم كويس جدا جدا لغاية ما يبقى فيه كده تجانس مع بعض. اقلب كويس. طبعا انت ممكن تقلبي هنا هوت لو عندك مضرب كهرباء، او ممكن تعمليهم حتى في الخلاط، تضربيهم في الخلاط، او بالمضرب العادي اللي هو السلك العادي ده كده زي ما انا ما بضربهم، فيعني اللي يريحك والمتواجد معاكي. آه، دي الخميرة طبعا اهيت، اللبن اللي انا كنت حاطاه على جنب اهوت، شايفين الخميرة يعني ما شاء الله. ده طبعا بيدل على ان الخميرة كويسة اهيت، خمرت معايا. احطهم هنا اهوت واقلب كويس جدا 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 اهي. طبعا بكون هنا الدقيق بيكون منخول. انا هنا عملت نص كيلو دقيق، مع بعض كده هنعمله مع بعض كمية صغيرة. ممكن بقى انت لو هتضعفي الكمية بتضعفي المقادير. لو هتعملي كيلو بتضعفي، لو هتعملي 2 كيلو بتضعفي، يعني على حسب الايه الكمية اللي انت هتعمليها. وهنا حطيت هنا اهوت معلقة ممسوحة صغيرة من البيكنج باودر على الدقيق، وطبعا رشة ملح. وحطيت هنا اهوت الدقيق على الزبادي والزبدة والخميرة، وهقلبهم كده كويس مع بعض. اقلب بقى العجينة معايا كده اهو. طبعا العجينة عجينة القرص ما بتتعجنش، انا بس هلم العجينة كده لغاية ما كلها كده ايه تتداخل كده ببعض كده اهوت اهيت. ابتدي كده الم كده العجينة معايا كده اهوت بايديا اهي. طبعا هنا اهوت
بتحطي لو انت عايزه يعني انا حطيت سمسم، لو انت عايزه تعمليها من غير سمسم عادي يعني تتعمل، لكن انا هنا حطيت هنا اهوت ربع كوبايه من السمسم المحمص عليها اهيت. وابتدي بقى ادخل كله كده ببعضه كده اهوت. سمسم محمص اهو، حطيت ربع كوبايه. العجينه يعني بسم الله ما شاء الله جميله جدا جدا جدا، شايفين عامله زي الملبن يعني بسم الله ما شاء الله. المقادير مظبوطه ومقاديرها يعني كويسه جدا 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 اهي، شايفين عامله ازاي العجينه. طبعا كده خلاص انا لميتها كده اهوت، وطبعا هحطها تخمر نص ساعه كده اهوت قبل ما ابتدي ايه اقطع القرص. نسيبها بقى كده نص ساعه كده اهوت، نغطيها كويس ونحطها بقى في مكان دافي نص ساعه، ونرجع تاني ايه بعد ما تخمر. طبعا هي خمرت معايا اهيت بعد نص ساعة سبتها، العجينة خمرت معايا اهي بسم الله ما شاء الله. هبتدي طبعا عندي هنا اهوت بقى صينية طبعا ممسوحة بالزيت، واكون مجهزة الفرن على 180. لازم الفرن يكون سخن معايا قبل ما احط القرص فيه. وهبتدي هنا اهوت بقى ايه اشكل كده ايه القرص كده اهوت ايه على حسب بقى ما انت عايزاها، عايزاها قرص كبيرة عايزاها قرص صغيرة على حسب الحجم اللي انت عايزاه. هي طبعا لسه بتخمر وبتنفش معايا وبتكبر ايه اهي. نخلص الكمية كده كلها قبل ما ندخلها ايه الفرن. طبعا ايه بسيبها برضو تخمر معايا نص ساعة قبل ما ادخلها الفرن، يعني بعد ما اقطعها برضو كده اهوت بسيبها نص ساعة كمان لغاية ما تخمر معايا خالص وندخلها الفرن. زي ما قلت الفرن طبعا بيكون سخن على 180 درجة على الرف الوسطاني، واول ما احس كده هيت ان هي استوت من تحت كده اهوت واحمرت، ببتدي ان اهوت اولع عليها الشوايه. ما بتاخدش في الفرن كتير 10 دقايق، وابص الاقيها من تحت كده اهوت احمرت، ومن فوق ما بتاخدش اي حاجه. طبعا يعني ايه لازم تبقي واقفه قدام الفرن ما بتسيبهوش، ما بتحمريش الوش قوي عشان ما تنشفش معاكي وتبقى ناشفه. يا دوب بس كده ايه ياخد لون كده اهوت من فوق، وابتدي ايه انزلها ايه زي ما احنا ايه شايفين كده اهوت. هو دوت اللون الايه المطلوب. جميلة جدا 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 جدا، ما بتاخدش معاكي اي وقت، ومقاديرها جميلة ومقاديرها يعني مظبوطة زي ما احنا عملناها كده اهوت. ادي الشكل القمر بتاعها اهوت، شايفين من ورا عاملة ازاي اهيت، ومن الوش كده اهوت زي ما قلت ايه يعني ايه دوب بس ما بنحمرش الوش قوي عشان تبقى طرية معايا بالشكل دوت، وبتتفتح معاكي وبتبقى جميلة، وتحطي فيها جبنة تحطي فيها زي ما انت عايزة، تاكليها بالشاي. شايفين طرية ازاي وجميلة بسم الله ما شاء الله، حاجة يعني كده لوز اللوز. طبعا القرص بتغطيها، يعني بتغطيها على طول اول ما بتطلع من الفرن عشان تفضل طرية معاكي متنشفش، وتبقى دايما مغطياها. اتمنى تكون الوصفة عجبتكم وتكون الطريقة سهلة ويكون الفيديو خفيف على قلوبكم. دمتم في امان الله ورعايته، والى اللقاء في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.